مساء الخير على حضراتكم مرة تانية. يسعدني ويشرفني أن يكون معايا ليلادي المهندس جمال السادات. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا وسهلا أستاذ محمود. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الباشمهندس قليل الظهور، هو ظهر قبل كده في البيت بيتك في لقطة سريعة، ويعني بيتحاشى الإعلام وبيتحاشى الحياة تقريبا، فلذلك احنا هنبدأ معاه بسؤال لطيف الأول قبل ما نخش في الجامد. ايه حكاية شعبولة نيوز دي؟ كتب في الجرايد انك بتعمل حاجة مع شعبان عبد الرحيم، شعبولة نيوز وبتاع حاجات زي كده. والله يا أستاذ محمود أنا ما عنديش أنا بفكك بس. لا ما عنديش علم الموضوع ده الحقيقة. لا بس سمعت عنه طبعا وشفته. كان عندنا في حفلة خاصة كانت خاصة بموظفين شركة اتصالات مصر، كان في 6 أكتوبر، وجه شعبولة وجه عبد الرحيم. هو شعبان عبد الرحيم وكان لابس احمر. ده اللي سمعته، انا ما شفتوش. يلبس لبس لطيف شعبان. اللي سمعته من الاخوان يعني الزملاء قالوا انه رجع تاني غير وجه لابس اخضر. كان اول مره اشوفه. بيحب يغير هو شعبان. انما ما فيش اصل للاخبار دي. بيكتب عنك اخبار كتير جدا ملهاش اصل. يعني مؤخرا برضو كتب ان انت تستعد لعمل حزب سياسي، رغم ان انت يعني قلت 100 مره ان الرئيس السادات منعنا من العمل بالسياسه. صحيح. ايه وثقه بايه كمان الرئيس السادات؟ يعني هو وثقه يعني بعدم الاحتكاك بالسياسه كلكم. يعني هو طبعا كلامه كان لي انا بصفه خاصه. البنات طبعا ما يعني صعب يعني، لكن هو كان كلامه يعني ليك انت موجه اساسا. لي. انت الولد الوحيد. ايوه الولد الوحيد لرئيس السادات. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان دايما كان يقول لي يعني اهم حاجه يا ابني ان علاقتك بالناس تبقى كويسه، مبنيه على الحب، مبنيه على انك تبقى تحترم اللي قدامك يحترمك. وكان يقول لي اللي ما تقدرش تكسبه كصديق حاول ما تعملوش عدو. يعني فانا ماشي بهذا. هو كان يقول النصائح بشكل مباشر كده ولا يقعد يدردش معاك؟ يقعد يدردش معايا. يعني الكلام يقوله في وسط كلام. هو كان انسان يعني عاطفي جدا، وانسان كان بيدي وقت لاولاده ولبيته بشكل يمكن الناس ما تتخيلش دي. حقيقي مهما كان بينام متاخر بعد الفجر. صحيح. يوميا بينام ويصحى متاخر. ويصحى متاخر. بوظ نظام رئاسه الجمهوريه. والله هقول لحضرتك حاجه. هو كان بيصحى يعني متاخر دي 11 12. لا قبل كده. قبل كده يصحى 9 وكله، بس يستنى يعني ساعة او ممكن قبل 9 بس يستنى في الاوضه بالظبط. يستنى في الاوضه ساعه ونص، لان هو كان يعمل الرياضه بتاعته في الاوضه. في اوضه النوم يعني. لكن كان ينام بعد الظهر ساعه، بس هو ما كانش ينام يعني لغايه 11 او 12. لا يصحى عشان بينام الظهر الساعه، فيا دوبك بينام بعد صلاه الفجر، يبقى بياخد له 5 6 ساعات. هو السؤال لسيادتك، انت قضيت 14 سنه تقريبا يعني او 10 سنين مع الرئيس السادات كرئيس جمهوريه. كان عندك 14 سنه لما بدا رئاسه الجمهوريه. كان سني 14. كان سنك 14 سنه والى سن 24 تقريبا 25. ما الفرق بين الحياه بين ابن رئيس الجمهوريه ومواطن من اسره الرئيس السابق؟ وتكلمني بصراحه. طبعا انا بتكلم بصراحه. الفرق بين هذه الحياه، ابن رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه كان له صولات وجولات وبيهز العالم. السادات كان بيهز العالم. اسمح لي اقول عليه كده، احنا متعودين نقول رئيس الجمهوريه السادات. ثم انزوت كل الاضواء شوف مواطن عادي. حضرتك انا لما مش عادي قوي يعني، بس مواطن. لا بالعكس. الواحد عاش فتره قبل والدي ما يبقى رئيس جمهوريه. كان عندي صغير. صغير. بس كان نائب رئيس جمهوريه. صحيح. كان رئيس مجلس امه الاول. ايوه بالظبط. ونائب رئيس الجمهوريه دي كانت في 68 اظن 69 اعتقد او 70 يمكن. او يمكن اعتقد 69 او 70 او اخر 69. قبل ما يسافر رئيس المغرب الرئيس جمال عبد الناصر. كان رئيس المغرب والجزائر كان طالع. كان مسافر سفريه بالظبط. وعينه نائب رئيس جمهوريه. بس مش متاكد كان فين السفريه. انا اعتقد ان هي كانت في المغرب الجزائر حاجه زي كده. احتمال. قمه عربيه في المغرب. او اعتقد يا استاذ محمود، انا بقول اعتقد لاني مش متاكد، كان مسافر للعلاج في روسيا. يمكن ربما يعني كان في سفريه للرئيس جمال عبد الناصر. كان مسافر سفريه واعلن انه اختاره نائبا لرئيس الجمهوريه. بالظبط. واداله اختصاصات رئيس الجمهوريه في غيابه.
الفترة دي أنا كنا قاعدين على فكرة وقت ما والدي كان نائب رئيس جمهورية وقبلها وهو رئيس مجلس الأمة، حياة طبيعية على فكرة جدا. بعدين في بيت الجيزه. لا كنا في الهرم. ازاي حياه طبيعيه يعني؟ صدقني يا أستاذ محمود كان حياة طبيعية جدا. والدتي كانت بتوصلنا المدرسة، سوق العربية توصلنا المدرسة كتير قوي في مدرسة بورسعيد اللي هي في ووالدك نائب رئيس جمهوريه؟ ووالدي كان رئيس مجلس أمة رئيس مجلس أمة. وفي آخر سنة وهو نائب رئيس جمهورية. احنا كنا، شوف حضرتك أقول لك السنين بالظبط، لغاية 6 ابتدائي احنا كنا في بورسعيد. كانت والدتي بتوصلنا المدرسة لما السواق يتأخر. ده قبل وقتك الشهير لما زوغت من المدرسة، هنجي لك التزويغ من المدرسة. دي لسه، دي في ثانوي، دي في ثانوي، دي في ثانوي لسه بعدين دي بعدين. لكن لما جه والدي الله يرحمه رئيس جمهورية، أنا أتكلم عن نفسي يعني، كنت وقوتي على فكرة أنا، بس أنا أتكلم عن نفسي، كنت بجتهد دايما أعيش حياة طبيعية. بس كان الفرق إنه دائما ودوما بتحط في دماغك إن أنت تبقى حريص إن أنت تحافظ على الاسم، إنه ما تعملش حاجة تسيء للاسم، ما تعملش أي تصرف الناس تقول أيوة ده كذا عشان والده رئيس جمهورية أو حاجة زي كده. الواحد كان بيعمل دي نبع من قلبه، مش ان في توجيه لكده ولا حاجه، بالعكس انا كنت ببقى حريص وخايف اني اسيء اليه او اسيء لاسمه بتصرف غير لائق او تصرف مش لطيف. فكان الواحد بيجتهد زياده. في صورة ليك مع رئيس السادات فاكرها؟ دي في القناطر ولا ايه؟ في القناطر. كان صاحب مزاج الرئيس السادات والله، استراحات هنا واستراحات هنا. هقول لحضرتك، كان بيقول لك ايه؟ هقول لحضرتك حاجه بس الاول. وكان انيق قوي. هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للاستراحات طول عمره من هو بادئ ظابط كان بيلبس حلو قوي. طيب هقول لحضرتك حاجتين. لا الاول قول لي بس الصوره دي فيها بقى، نتكلم على الاستراحات زي ما انت عايز. طيب انت كنت قاعد جنبه اهو، كان ده صيف باين ولا ايه شتاء؟ لا بين الرئيس السادات لابس جاكيت. لا مش صيف، لا يعني قبل الصيف ممكن. كنت بتطلب منه مبلغ من المال مثلا؟ لا تطلب منه قرشين؟ كنت عايز موبايل؟ لا والله اعتقد الصوره دي انا ما كنتش صغير قوي، اعتقد الصوره دي يعني بطلب يمكن وقتها عايز تتجوز، انه هو يعمل لي زي ما تقول بنسميها ايه ظهر، يعني يبقى معايا شويه لانه وقتها تنشغل عنك. لا مش حكايه تنشغل عني، هو دايما كان له وقت لنا على فكره بالليل. امال يعمل لك ظهر يعني؟ يعني يسندني يعني. وكنت موجوع من ايه؟ يسندني لانه انا كان وقتها زوجتي الاولانيه كنا اصحاب وكده، ووالدتي ما كانتش موافقه. فكان صغير قوي يا باشمهندس. كنت صغير. انت اتجوزت عندك كام سنه؟ 22 سنه، وكان عايش قصه حب من وهو عنده 15 سنه. ده صحيح. هو غريب ان انتوا بعد كده انفصلتوا. دي اسم ونصيب يعني. احنا لا انا بقى غريبه على الحب العارم ثم لا يحدث اتفاق يعني. والله بتحصل صحيح، بتحصل والله كتير قوي. بس بقول الحمد لله على كل شيء، الحمد لله، لانه الانسان ما يعرفش الخير فين، ما يعرفش مصلحته فين. بس الحمد لله لانه بحمد ربنا سبحانه وتعالى. النهارده انا بقول اكيد ربنا بيحبني انه اتعرفت على زوجتي شيرين وخلفت ابني وعندك انت بنتين من وعندي بنتين بفتخر بيهم، ياسمين ونور. لو قلت سنهم هعجز نفسي. ده في فرح او في صور فرح اهي، انا بس مش شايف، نظر ضعيف شويه، بس دي صور فرح. ده انا وشيرين. وفي ده اظن ده الكلام ده في التسعينات بقى، مش كده؟ الجوازه دي في التسعينات. دي جوازه استقر ليها قلبك بقى يا باشمهندس. الحمد لله. قلبك اتعذب شويه انت. رئيس السادات كان ليه تحولات في حياته، عايز اسالك عنها. انا عايز اسالك على حته الاستراحات بس الاول واللبس اللي استراحات حضرتك. دي المدام دي لا دي بنتي. دي بنتك؟ دي بنتي ما شاء الله. انا معلش انا شايف بنتك هتزعل مني، لا انا مش ما بشوفش البتاع الجديده. بنتك الكبيره بنتي ياسمين ما شاء الله. ربنا يخليها لك. الله يخليك. خلصت وبتشتغل بقى؟ والثانيه دي نور اللي عدت من شويه دي نور. خلصوا وبيشتغلوا البنتين؟ الكبيره دي نور اللي هي 20. تلعب كوره ولا؟ لعيبه كوره درجه اولى. والله؟ والله كويس جدا. اشتغلوا يا باشمهندس؟ نور لسه في الجامعه. ياسمين كانت بتشتغل وسافرت، عملت شويه دراسات بره ورجعت تاني لقيت لها شغل ولا نكلم لك حد يشوف لها شغل؟